ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ وفي الحلقة بتاعتنا النهاردة احنا هنتكلم عن الانطباعات الأولية عن أول حلقتين من مسلسل حالة خاصة. المسلسل بتاعنا من بطولة طه دسوقي وهاجر السراج وغادة عادل وحسن أبو الروس، والمسلسل بتاعنا من إخراج عبد العزيز النجار ومن تأليف مهاب طارق. وكان معتاد زي كل مرة عشان ما اطولش عليكم يلا بينا ندخل في الحلقة. بس لو الحلقة عجبتك ما تنساش تبقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتبقى تنزل تبص على اللينكات اللي موجودة في الديسكريبشن. وكان معتاد يلا بينا ندخل على الحلقة. انا كنت اول على دفعتي وما تعينتش في الجامعه عشان انا مش عادي. وماما كمان قبل ما تموت قالت لي عايزه اشوفك محامي ناجح. قصة المسلسل بتاعنا بتركز على شاب اسمه نديم. نديم احمد ابو السريع. يا نديم، ما انا عايز اخلص، يعني انا سيبنا اتكلم، سيبنا اخلص الاول وبعد كده ابقى ادخل انت. اوكي تمام. نديم هو محامي بيسعى ان هو يتعين في مكتب اكبر محامية في مصر، ولكن الموضوع ما بيكونش سهل قوي على نديم لسببين. اول سبب وهو ان نديم مش هو الوحيد اللي متقدم للوظيفة دي، وتاني سبب وهو سبب شخصي شوية، وهو ان نديم بيعاني من التوحد. بداية كده يا جماعة، انا الحلقتين الاولى والتانية عجبوني جدا. القصة ظريفة جدا ولطيفة، متماسكة لغاية دلوقتي ومش مخرمة. الاجواء ذات نفسها بتاعت المسلسل لطيفة جدا، في تركيز محترم على ماضي الشخصية الرئيسية بتاعتنا. المسلسل بتاعنا فيه قدر مش قليل خالص من الكوميديا، وكلها تم توظيفها بشكل موفق جدا، والكوميديا ذات نفسها هي كوميديا فعالة جدا. بل اني بصراحة كمان عايز اشكر طه دسوقي على انه عرف يقدم الكوميديا اللي هو بيقدمها في المسلسل هنا من غير ما يخرج بره الشخصية، لان انت من اول لحظة في المسلسل وانت بتشوف اداء مختلف شوية من طه دسوقي، وهو اداء كويس جدا طبعا، ولكنه اداء مختلف لانه بيتناسب مع طبيعة الشخصية. الحلو بقى ان في المشاهد الكوميدية طه دسوقي ما اضطرش ان هو يكسر الشخصية علشان يعرف يضحك، بالعكس كان لسه محافظ جدا على ادائه وعلى طريقته وعلى كل حاجة بيعملها. حتى رياكشنات وشه كان محافظ عليها زي اللي كان بيقدمها من اول لحظة في المسلسل. فعشان كده انا شايف ان طه دسوقي مقدم اداء حلو جدا هنا في المسلسل. وبشكل عام اصلا الاداءات في المسلسل كلها على بعضها كانت اداءات كويسة جدا. كمان احنا الاحداث بتاعتنا سريعة، وكمان مش مقتصرة على نديم لوحده، بل ان المسلسل من وقت للتاني بيركز مع بعض الشخصيات الجانبية اللي بتشارك الاحداث مع نديم. لا وغير كده كمان المسلسل بيدخلنا اكتر جوه عالم المحاماة، يعني التركيز مش الشخصيات ونديم وبس، لا احنا كمان عندنا قضايا وبنركز عليها بشكل كويس. والكويس في الموضوع ده ان المسلسل كان عارف انه يدخل لنا الجانب بتاع المحاماة والجانب بتاع الشخصيات التانية من غير ما يحسسني ان هو بيهمل الجانب بتاع نديم اللي هو الشخصية الرئيسية بتاعتنا، بل بالعكس كل ده كان بيحصل بشكل متوازن جدا. يعني لما تلاقي المسلسل مثلا ساب لك نديم شوية وراح يبص على حاجة تانية، مش هتحس ان هو طول فيها زيادة عن اللزوم، ومش هتحس انها حاجة ملهاش لازمة، بالعكس هتحس ان الموضوع كويس جدا ومستخدم بطريقة ذكية جدا علشان يخليك ما تزهقش. كمان عجبتني جدا بصراحة المواقف اللي المسلسل كان بيحط فيها نديم علشان يطلع من خلالها شوية كوميديا. كمان المسلسل في بعض الأحيان كان بيبقى فيه بعض الأفكار البصرية اللي كنت شايف بصراحة انها ذكية جدا، ودي ممكن نبقى نوضحها شوية في فقرة الحرق. كمان من الحاجات الحلوة هنا اننا في اول حلقتين المسلسل عرف ياخد من وقته شوية علشان يبص على ماضي الشخصية الرئيسية بتاعتنا. والحلو اكتر واكتر في الموضوع ان لما المسلسل كان بيستشهد بحدث او بموقف حصل له زمان، كان بيرجع يورينا تأثيره او بصمته عليه في الوقت الحالي. فدي بصراحة حاجة عجبتني جدا، وكمان هي منطقية جدا لطبيعة الشخصية بتاعتنا. الموسيقى اللي سمعتها في اول حلقتين بصراحة كانت لطيفة في غالبية الاوقات، ولكن ده ما يمنعش ان في كذا مشهد هنا في المسلسل كان في موسيقى تحس انها مبالغة شوية، يعني تحس كده اللي كان بيعمل الموسيقى بتاعت المسلسل دون وهو بيعملها يعني الجلالة خدته شوية كده. هي مش وحشة على طول، بس عشان ما تفهمونيش غلط، هي بس في مواقف معينة كنت بحس انها بتأفور شوية. بالنسبة للأداءات اللي كانت موجودة في الماضي، عندي تعليق سلبي وحيد على أداء الطفل اللي كان عامل شخصية نديم. هو أداؤه مش سيء خالص على طفل، ولكن كان ممكن يبقى فيه أحسن من كده شوية. وبشكل عام أصلا دي مش مشكلة الطفل ده لوحده، دي مشكلة غالبية أداءات الأطفال عندنا في السينما المصرية هنا، لأن أنت هنا قليل ما هتلاقي طفل بيقدم أداء كويس. في ناس بتقدم أداءات كويسة كأطفال ولكن مش كتير. كمان في حاجة أنا لاحظتها هنا في المسلسل، وهي تأثر المسلسل بمسلسل ذا جود دكتور. ومش بس قصة المسلسل اللي متأثرة بمسلسل ذا جود دكتور، لأن أداء طه دسوقي في شخصية نديم هنا في المسلسل متأثر بشكل كبير جدا كمان بشخصية شون ميرفي من مسلسل ذا جود دكتور. والاختلاف الأكبر اللي موجود ما بين المسلسلين وهو من وجهة نظري حاجة متعلقة بطبيعة الأحداث والأماكن والشخصيات اللي بتركز عليها. لأن في مسلسل ذا جود دكتور الأحداث كانت بتدور جوه مستشفى،
وكانت بتركز على أطباء، وكانت بتركز برضو على حالات طبية صعبة. في مسلسل حالة خاصة الموضوع مختلف، متأثر جدا بالمسلسل ولكن الأحداث بتدور في مكتب محاماة، سحبك من عالم الطب ودخلك على عالم المحاماة والقواضي الصعبة، والشخصيات الرئيسية بتاعتنا بدل ما كانت دكاترة بقت محاميين. فانت هنا عندك الاختلافات بشكل بسيط قوي، ده هنا في مستشفى، ده هنا في مكتب محاماة، ده هنا بيركز على دكاترة وده هنا بيركز على محامين، ده هنا بيركز على حالات طبية صعبة وفي دكتور عبقري مصاب بالتوحد بيحاول يحلها، وده هنا بيركز على قواضي صعبة جدا وفي محامي شاطر جدا مصاب بالتوحد برضه بيحاول يحلها. فعشان كده انا شايف ان المسلسل متأثر بشكل كبير جدا بمسلسل ذا جود دكتور، ان ما كانش مقتبس الفكرة منه كمان. ولكن هل موضوع الاقتباس دون او التأثر بمسلسل ذا جود دكتور هل هو حاجة وحشة؟ في الحلقة بتاعت النهاردة هنا انا اقدر اقول لا، لان اول حلقتين من مسلسل حالة خاصة عجبوني جدا، اجواءهم لطيفة كده ومريحة وفيها كوميديا ظريفة ولطيفة قوي ومتوظفة بشكل حلو ومتأدية بشكل رائع من طه دسوقي. اداء طه دسوقي كويس، مع ان لغاية دلوقتي مش شايف ان بيقابله فيه تحديات كبيرة قوي، او يمكن يكون ما فيهوش تحديات قوي بصراحة، ولكن على الاقل يحترم ان هو عارف يطلع كوميديا من غير ما يكسر الشخصية بتاعته. وبرضه الشخصيات المساندة اداتها كويسة جدا، والمسلسل متشعب بشكل كويس جدا في كذا جانب من القصة اللي بيحكيها، يعني مش بعيد الاحداث تكبر عن كده كمان في الحلقات الجاية ونشوف حاجة اعظم. وواضح ان في تصاعد محترم جدا للاحداث من اللي بيحصل في الحلقة التانية. وكمان من احسن الحاجات ان المسلسل مش بيضيع وقت. فكانطباع اولي كده بدون حرق عن مسلسل حالة خاصة بعد اول حلقتين، هل هو مسلسل حلو ولا وحش؟ بعد اول حلقتين بس انا شايف انه حلو، وانا بصراحه متحمس ان انا اكمله، ولكن لما تكمله حضرتك للاخر وتلاقيه طلع مش حلو فانا ما بنجمش، انا بقول لك وجهه نظري بعد اول حلقتين. وعن نفسي طبعا اتمنى ان المسلسل يكون حلو، لان ده مكسب لينا كلنا. صناع المسلسل هيكونوا عملوا عمل ناجح، وانا وانت كمشاهدين هنستمتع بالفرجه عليه. دلوقتي بقى احنا هندخل على فقره الحرق، وبالتالي لو انت لسه ما شفتش اول حلقتين من مسلسل حاله خاصه يا ريت توقف الحلقه بتاعتنا هنا، ممكن ترجع لها تاني بعد ما تخلصهم، ولكن اهم حاجه ان انت تلحق تخرج من الحلقه قبل الصفاره. الأفكار البصرية اللي كانت عجباني جدا هنا في المسلسل كانت موجودة في الوقت اللي كان المسلسل بيركز فيه على وجود نديم في برنامج المليون. الفكرة البصرية اللي كانت عجباني أكتر وهي في المكان اللي كان قاعد فيه نديم بالذات، لأن المكان ده لو تحسه كده إن أحيانا بيتفتح عليه لمض من فوق بشكل ما أو بآخر، بتحس إن شكلها شبه البريزم اللي هو المنشور اللي بيطلع من الناحية التانية ألوان كتير أو ألوان الطيف، وحاسس إن حركة زي دي مقصودة بشكل ما أو بآخر كنوع من أنواع الفورشادوينج الكون واحد عنده توحد. ما تسألونيش ليه، بس انا حسيتها كده بصراحة وحسيت انها حلوة جدا. غير كده كمان موضوع بقى تصاعد الاحداث اللي انا اتكلمت عليه بشكل سريع واحنا بنقفل الحلقة، موضوع الراجل اللي كان عايز شخصية غادة عادل في قضية مهمة ديا وهي رفضته، الراجل راح بشكل سريع جدا باعت واحدة لجوزها، وفي الحالة دي هو بيكون متفق مع الست اللي بعتها لجوزها علشان تصورهم، ومن هنا هو بقى ماسك زلة على شخصية غادة عادل. فواضح كده ان شخصية غادة عادل هتبقى مضطرة انها تشارك في القضية دي غصبا عنها. الفكرة هنا في الموضوع بقى ان من الاول وهي بتقول ان دي قضية كبيرة وان انا مش هدخل حاجة زي دي وبعد كده اجي اقول للناس الحقوني من المفرمة، فواضح ان الاحداث هتسخن اكتر من كده كمان قدام، وهي كده كده بدأت تسخن بالفعل. فعشان كده انا متفائل جدا بالمسلسل بعد اول حلقتين منه، وحابب اقول لكم وبس كده. دي كانت كل حاجة عندنا عن أول حلقتين من مسلسل حالة خاصة. أتمنى أن تكون الحلقة عجبتكم، ولو عجبتكم كالمعتاد ما تنسوش لايك شير سبسكرايب ونفعل زرار الجرس ونبص على اللينكات اللي موجودة في الديسكريبشن. وكالمعتاد كان معكم مارو من مارو ريفيوز، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.